فيلمنا بيبدأ مع ناتاشا كامبو شوية مع والدها في حانة، وبتبقى ناتاشا لسه طفلة صغيرة عندها حوالي 10 سنين، وبيسكر والدها وبينسى إن يروح بنته البيت في ميعادها بدري عشان المدرسة، وبتوصل ناتاشا البيت متأخر وبتنام كام ساعة قليلين لحد ما تصحيها والدتها وبتخليها تلبس الفستان عشان تروح للمدرسة. وبتروح ناتاشا تفطر مع والدتها في المطبخ، وبتقولها والدتها إن الحانة مش مكان الأطفال، ولو والدها جابها متأخر تاني دي هتبقى آخر مرة تسمح لها إنها تخرج معايا. فتعترض ناتاشا على كلام والدتها، ولكن والدتها بتضربها بالقلم على وشها، ولكن بتعتذر لها عن عمليته. بس ناتاشا بتكون متعصبة وبتمشي من البيت من غير فطار، وبتروح للمدرسة. وبتبقى ناتاشا في طريقها للمدرسة وهي بتعايد بسبب العملية والدتها. وفجأة بيطلق واحد اسمه والف جانج من عربته النقل، وبيخطف ناتاشا وبيضربها في وشها وبتفقد الوعي. وبيوصل والف البيت وبياخد ناتاشا معاه وبيحطها في قوضة تحت الأرض. مدخلها بيكون وراء خزنه، وفوقها خشب أرضية بيته. وبتفوق ناتاشا وبتلاقي نفسها في قوضة ضيعة من غير شبابيك، ولا حتى بيوصل لها ضوء الشمس، وما فيهاش حاجة غير شفات الهواء على الحيطة. وبيبقى فيها حوض وقعدة حمام، وبيدخل ولف على ناتاشا، وبيبقى معاه مرطبة صغيرة عشان تنام ناتاشا عليها، وبيجيب لها أكل ومية، وبيطلع من غير ما ينطق كلمة وبيقفل الباب. وساعتها بتحاول ناتاشا إنها تفتح الباب، ولكنه بيكون مقفول بإحكام، وبتصرخ عشان حد ممكن يسمعها، ولكن ده بيكون مستحيل لأن الأوضة بتكون تحت الأرض. وفي اليوم الثالث بيجيب ولف قصص، وبينزل يرويها على ناتاشا، وبيجيب لها البسكوت اللي هي بتحبه. وبيكون ولف طالع من الأوضة عشان يسيبها تنام، ولكن ناتاشا بتوقفه وبتطلب منه بسط قبل النوم زي ما والدتها بتعمل معاها قبل النوم. فبيروح ولف وبيبوس راسها وبيسيبها وبيطلع من الأوضة. وبيبقى خبر اختطاف ناتاشا في كل القنوات، والناس بيتكلموا عنه. وبيكون ولف في البيت وبيتديله والدته، واللي بيتديله كل كام يوم عشان تنظف له البيت وتعمله الأكل. وبتبقى تتفرج على قنوات الأخبار مع ابنها. وبيجي خبر ناتاشا، وبتسأل والدته مين ممكن يخطف بنت صغيرة ويغتصبها. فبيقول لها ولف وهو بيمثل إنه ما عندهش فكرة إن الخاطف ممكن يكون مجنون. وفي يوم بينزل ولف لناتاشا عشان يغسل لها شعرها، وبيلاقي ناتاشا بتديله جواب عشان يبعته لأسرتها عشان ما يقلقوش عليها. وبيجي يغسل شعرها، بس بتقوله إنه يخليها تروح بيتها. فبيجدب عليها وبيقوله إنه مفهم أسرتها إنه خطفه عشان فدية، ولو هما بيهتموا ببنتهم كانوا دفعوا الفدية. وبيقولها كمان إنهم مش بيهتموا بيها ومش فارق وجود ناتاشا معاهم. فبتعيطه وبتقوله إنه كذاب، فبيتعصب عليها، وخصوصا لما بيسمع صوت إياتها. وبيفضل يخنقها ويغرقها في ماء الحوض، وبيقولها تبطل إيات، وبيقولها تنظف الماء على الأرض، وبيسيبها وبيقفل عليها. وفي يوم بيكون والف قاعد في حديقة منزله مع جدته ووالدته، وبتوصل الشرطة وبيفتشوا عربيته، وبيسألوا أسئلة للتحقيق في خطف ناتاشا، ولكن ما بيوصلوش مع الحاجة، خصوصا بعدما شافوا عائلة والف معا في البيت. وفي اليوم اللي بعده بيكون ناتاشا نايمة وبتحلم بقالتها، وقال دي إيه يا مفتقدهم، وحاسة إنها مش هتشوفهم تاني. وبيدخل عليها والف وبيصحيها عشان تاكل، وبتطلب ناتاشا منه ساعة عشان تقضي الساعات والأيام اللي مخطوفة فيها. وبيقولها والف إنه موافق لو هي أحصلت التصرف الفترة الجاية. وبيركب والف جهاز تليفون في الأوضة للتواصل بينه وبناتاشا بس، وبتسأله هل والف حاسس بالوحدة وهو حر زي ما هي حاسة وهي مخطوفة؟ ولكن والف ما بيعرفش إنه يرده، وبيطلع قطة وبيفضل يفكر في سؤال ناتاشا، وبيقطع الرسالة بتاعتها. وبتعدي الأيام، وبيكون اليوم رقم 183 جي. وبتكون ناتاشا بتلعب وبتتخيل أشخاص معاها في القوضة، وبتلعب معاهم كأنها مدرستهم في المدرسة، وبترسم مقبض على الباب، وكمان بترسم قطة على الحيطة لأنها ما بتشوفش أو بتتعامل مع أي حد غير ويلف. وهي بتلعب بيكلمها ويلف، وبيسألها إذا غسلت سنانها ونظفت أطباقها اللي كلت فيها، وبيفضل يقولها ويطلب منها إنها تسمع كلامه. وبيظهر قد إيه هو مريض نفسي وعنده نقص. وفي اليوم اللي بعده بتجيب ناتاشا بقايا الأكل وبتحطهم على دراعها، وبتمثل إنها عندها مرض جلدي. ولما بيدخل ويلف عليها وهو جايب مع الأكل ليها، بتوري ناتاشا دراعها وبتقول له يوديها الدكتور يكشف عليها. ولكن ويلف بيكتشف التمثيلية اللي ناتاشا عاملها، وبيقرر إنه يمنع الأكل عنها لفترة طويلة كعقاب.
وبيفضل يتعامل معاها بعنفه، وبيشيلها وهي بتفضل تصرخ، وبيقول لها صراخي زي ما انت عايزة، محدش هيسمعك. وبيفضل يوريها باب الخروج، وبيزلها بيه، وبيرميها تاني في القدرة وبيسيبها. وبعد 4 أيام بتكون ناتاشا ما كلتش لسه حاجة من ساعتها، وبتتكلم مع ويلف خلال التليفون الخاص بيهم، وبتتحايل عليه إنه يجيب لها أكل، ولكن ويلف ما بيردش عليها. فبتعيط ناتاشا وبتقول إنها عايزة تروح بيتها، فبيرد عليها ويلف وبيفضل يقول لها قطعيني واسمعي كلامي. وبتعد 4 سنين على اختطاف ناتاشا، وبيكون لسه الوضع زي ما هو، وبيفضل ويلف يمنع عنها الأكل ب3 أو 4 أيام ورا بعض. وبتفضل ناتاشا تتحايل عليا كل يوم على الأكل، وهو بيفضل يكرر كلمة قطعيني. وبيكون جسم ناتاشا خاسس جدا، والعظم برز من الجلد، وده بسبب قلة التغذية والضغط النفسي اللي ناتاشا عايشة فيه بقاله 4 سنين. وافتقدها كمال ضوء الشمس، وبينفهمها إنه ملغم الأبواب والشبابيك بالقنابل، وإنها لو حاولت تهرب هتموت منفجرة. وبيسمح لها ولف في مرة إنها تطلع مع الحمام، وبتشوف ضوء الشمس لأول مرة من 4 سنين، وبتفكر إن ابنها بقى ليها حبيبة لأول مرة. وبعد ما بتمشي والدته بيجيب ماكينة الحلاقة، وبيحلق بيها شعر ناتاشا بالكامل. وبعد 5 سنين من اختطاف ناتاشا بيجي الكريسماس، وبتحتفل بيه مع نفسها الواحدة زي كل سنة، وبتبقى مزينة قدوتها وعملت شجرة كريسماس فيها عشان تحس بالأجواء المفرحة اللي قليل ما بتجيلهاش. وبيدخل عليها ويلفوا مع أكل، وبيكون لابس بدلة أنيقة، وبيكون معاه كاميرا فيديو لتوثيق لحظة فتح ناتاشا للهدايا اللي جايبها لها، وبيكون جايب لها مشاغل أغاني و3 كتب لروايات مشهورة. وبتطلب ناتاشا منه إنه يخليها تتصل بآلتها، ولكن ويلفا بيتعصب عليها وبيقولها إنها تعتبر آلتها ماتت، وبيقرر يسمعها فيفي. وبعد شهور بيقرر ويلفا إنه يخلي ناتاشا تنام معاه في القدرة على السيرو، وبيربط إيدها بيدها عشان ما تهربش وهم نايمين. وبعدها بفترة بيكون ويلفا راح يتزلج على الجليد، وهيسيب ناتاشا في القدرة لوحدها. وتطلب منه ناتاشا إنها تروح معاه في مرة، وبتقول له إنها تحسن التصرف، وبتروح بنفسها لقدرتها، وبيقفل عليها ويلف الباب. وبعد لما بيرجع ويلفا من رحلته بيطلع على حفلة وبيحاول يختلط بالناس، ولكن بسبب مرضه النفسي وإنه لازم يكون وحيد بيرجع ويلف لبيته، وبيغتصب ناتاشا في السيرو. وبتكون ناتاشا مستسلمة وعارفة إنها مش هتعرف تعمله حاجة. وبعدها بتطلب منه ناتاشا إنه يوديه جنين بيته بالليل، فبيوافق ويلفا وبيطلع بيها، لكن بيقلق لحد يشوفها، وبيقرر إنه يدخلها تاني لقدرتها. ولكن ناتاشا بتقومه، فبيشدها بالقوة وبيقطع الحبل اللي رابطها بيه، وبيرميها في الأوضة. وبعد 5 سنين ونص من اختطاف ناتاشا بيبدأ ويلفا بيستعبدها، وبيخليها تعمل أعماله المنزلية، وبيفضل يضربها ويوصفها بالكلب الغبي، وكمان بيبقى طبخ أكل، وبيكون مجوع ناتاشا بالأيام وبيأكله قدامها. وفي مرة بتاكل ناتاشا من الأكل بتاع ويلف، فبيمسكها ويدربها، وبيخرج من بقاها الأكل قبل ما تبلعه، وبيرميها في الأوضة من غير أكل. وبعد شهور بيقرر ويلف إنه يخرج مع ناتاشا ويجيب لها هدوم جديدة، وبيقول لها لو حاولت تهرب منه هيقتلها بالمسدس اللي معاه. وبيوصلوا للمحل لمستلزمات بناء عشان يختاروا لون الطلاق للأوضة بتاعت ويلف، وبيسيب ويلف ناتاشا لوحدها، لكنها ما بتعرفش تهرب، وبتفضل تسمع صوت ويلف وهو بيقول لها قطعيني، لحد ما ويلف بيرجع لها وبيراحوا البيت. وبعد شهور بيوري ويلف ناتاشا قطة، وبعد التجديدات اللي عملها واللي بتكون أصلا ناتاشا هي اللي اشتغلت بنفسها عنده عشان تجددها، وبعد أيام بتسمع ناتاشا الأخبار في الراديو، وبتسمعهم بيقولوا إنهم فاكرين إن ناتاشا ممكن تكون ماتت، فبتكون مكتعبة وهي في أوضتها. ولكن ويلف ما بيسيبهاش في حالها، وبتسأله ناتاشا هو ليه اختارها هي بالذات عشان يخطفها. فبيقول لها ويلف هو خطفها ليه لأول مرة، وإنه شاف ابتسامتها وهي صغيرة في محلة وهي بتاكل البسكويت، وفضل يحفر ويبني في أوضتها اللي تحت الأرض دي لمدة 8 شهور متواصلين. وفي يوم بتاخد ناتاشا قرار إنها تنتحر، لأنها ما بقتش قادرة تستحمل القيشة اللي هي عايشة مع ويلف المغتصب، وبتجيب مناديل ورقية وبتحرقها في الأوضة عشان تموت من الخنقة. ولكن غرس البقاء بتتغلب عليها، وبتقفل النار وبتدفي المناديل وبتهول قوضة من الدخان. ولكن ويلف بيكتشف محاولتها للانتحار، وبيضربها ضرب مبرح، وبيستمتع بخوفها منه وهي مش عارفة تدفع عن نفسها. وبتفضل ناتاشا تقيد عدد الضربات اللي ضربها لها ويلف، وبتكتبهم على المناديل. وبعد شهور بياخد ويلف ناتاشا معاه رحلة التزلج على التلال الجليدية، ولكن جسم ناتاشا بيكون هزيل جدا على الحركة، وما بتبقاش قادرة إنها تقف تتزلج، وبتسوع على طول، وبتبقى عايزة تروح لحمام. فبيتأكد ويلف إن مفيش حد في الحمام عشان ما تحاولش ناتاشا إنها تتواصل معاه، ولكن ما بيشوفش حد في الحمام، وبيسمح لناتاشا إنها تدخل.
ولما بتكون نتاشا في الحمام بتسمع صوت واحدة جنبها، فبتطلع وبتقولها أنا نتاشا كامبوش اللي اتخطفت من 8 سنين، وإنها تلحقها. ولكن بتكون البنت اللي في الحمام بتتكلم روسي ومش فاهمة لغتها، فبتطلع من الحمام وبيشوفها ويلف، وبياخد نتاشا وبيروحوا. وهما في العربية بيسألها يا قالت إيه للبنت اللي في الحمام، ولكن بتقول له إنها ما قلتلهاش حاجة، فبيضربها ويلف بشدة في وشها، وبيكمل عليها ضربة في جسمها كله، وبيقول لها إنها ما تكذبش عليا. وبتبقى نتاشا في قدتها وبتكتب عدد الضربات بتاعت اليوم، وبتحط المناديل اللي كذب عليها في قلبها كبيرة مليانة مناديل بذكرات ضرب 8 سنين. وفي إيد نتاشا التمن 10، بيحتفل بيه ويلف مع نتاشا وبيجيب لها فستان، وبترقص معاها بالإكره بالعافية، لأن جسمها بيبقى ضعيف جدا على الحركة أو القوف. وفي اليوم اللي بعده بيبقى ويلف عايز يبيع عربيته عشان محتاج فلوس، فبيخلي نتاشا هي اللي تنظفها من جوه وبره عشان يبيعها، وكمان بيجبرها إنها تلبس الفستان بتأييد ميلادها وتبهدله في التنظيف. وبيجي لويلف مكالمة تليفونية، وبيروح يرد عليها في مكان بعيد فيه شبكة. وساعتها بتاخد نتاشا بالها من إن باب الجنان مفتوح، وبتبقى خايفة تهرب، ولكن بيكون فاض بيها ومش فارق معاه اللي يحصل. وبتطلع أخيرا من الباب وبتجري بعيد بسرعة وبخوف. وبتوصل نتاشا لبيت واحدة غريبة وبتقول لها إنها مخطوفة، وبتوصل الشرطة بعدها وبتقول لهم إنها نتاشا كامبوش المخطوفة من 8 سنين، وإنها أخيرا عرفت تهرب. وبتكلم الشرطة والدة نتاشا وبيقولها إنهم لقوا بنتها، وبيكتشف ويلف إن نتاشا هربت، فبيروح يرمي نفسه تحت قطره وبينتحر. وأخيرا بتقابل نتاشا أسرتها وبتحضنهم بعد فراق دام ل 3096 يوم. وما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، اتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة.